خلينا بقى دلوقتي نشوف ايه هي الحاجات اللي موجوده جوه الكارد يو اي نوت، ونعرف يستخدموه في ايه وسعره، وكمان هشرح لك بالتفصيل بقى كل حاجه من اول ما تنزل الابلكيشن بتاعه لحد الاستخدام بتاعه وازاي تكونكت على الموبايل وكل حاجه، والمحتويات اللي جايه معاه في العلبه. اول حاجه جاي معاه السوفت كيس دي. الكيس دي انا شايف ان هي شكلها محترم جدا، شيك جدا. جاي معاه السوفت كيس الجميله دي، الخامه بتاعتها تحفه بصراحه. يعني شكلها مش وحش، تقدر تحفظ فيها الجهاز بتاعك عادي اهو بالشكل ده كده. هي جايه بالظبط على الدايمنشن بتاع الجهاز. لا انا شايف شكلها حلو جدا بصراحه. طيب خلينا نجرب بقى احنا هننزل ازاي. بص انت هتلاقي في الابلكيشن انا منزل لك في اسفل الفيديو الرابط بتاع الابلكيشن اللي هو بتاع الجهاز نفسه. طيب خلينا بقى نشوف هنستخدمه ازاي. وده طبعا القلم اللي بيبقى جاي معاه، تمام، وده حامل ليه. اول حاجه بننزل الابلكيشن ده اللي هو اي درو، وبنختار اي درو، بعمل نيو فايل، تمام، بالشكل ده. اول حاجه انت هنا بتقدر تعلي وتوطي، بتقدر تزود وتنقص حجم القلم. هو بينقل على طول في لحظه، يعني حاجه انت بتكتبها بتتنقل، يعني بتكون بالشكل ده كده. يعني انت لو كده عملت كده تظهر لك على الجهاز الناحيه التانيه. فكرته لطيفه جدا. طيب انا دلوقتي خلصت مثلا، او انا عايز انهي الكلام اللي انا عملته ده، بدوس دبل كليك على الباك سبيس من هنا، بيمسح كل حاجه من هنا وهنا. جميل. فانا مثلا هعمل ايه؟ ما تنساش ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. جميل. طيب انا عايز اسيف الكلام ده، بسيفه ازاي؟ في هنا الزرار ده عليه علامه الميموري كارد، بدوس عليه دبل كليك، او من خلال الابلكيشن بختار علامه السيف من هنا. جميل. بيعمل لي سيف سكان وخلاص كده ايه موجود، واقدر ارجع لها في اي وقت بالشكل ده اهي. دي كان حاجه برضو احنا مجربينها عليها، رسمنا عربيه يعني عليها، كان الموضوع بتاعها لطيف جدا. طيب لو انا عايز اقفل الجهاز خالص بقفله من هنا من زرار الباور اللي في النص. اما بالنسبه الزرار اللي موجود في الجنب ده، فده عشان السيف اللي انا عملته. يعني انا دلوقتي عملت اهو شويه كتابات، جميل، عايز السيف الكلام ده، بروح قافل من الزرار ده اللوك ده، بقفل المسح عشان لو في ايد طفل او حاجه ما يقدرش ان هو ايه من باك سبيس يقدر يرجع اللي انا عملته، لا يفضل سيف عليه موجود على التابلت بتاعي. بس كده باختصار. الجهاز كان ب 2000 جنيه، نزل دلوقتي سعره بقى ب 1500 جنيه. هتلاقي اللينك موجود اسفل الفيديو، لو انت عايز تشتري الجهاز هتلاقيه موجود.